تاني اللي عايز يدخل يشوف طريقة شاورمة الفراخ بالتفصيل يدخل عندي هيلاقيها، انا منزلاها وعاملاها كتير قوي. انا هنا بحب احط فيها معلقة عسل صغيرة كده، لو ما عنديش دبس رمان طبعا فبحط معلقة عسل صغيرة كده تديها تسكيرة بسيطة وبتدي كمان طعم حلو قوي. انا هنا تبلت الشاورما السوري وبجد يا جماعة بيبقى طعمها حلو قوي. كده اول حاجة جهزت معايا وهي كانت الشاورما السوري، حطيتها خلاص في العلبة. تمام. وبعد كده هعينها. تعالوا بقى ندخل على تجهيز برجر الفراخ. طبعا زي ما احنا متفقين اللي انا غسله الفراخ ونقعها كويس في محلول النقع ومقطعاها. حطيت في الكبه، ضربت البصل مع الفراخ مع كزبره خضراء. لو عايزين تحطوا بقدونس حطوا. بعد كده حطيت عليها البهارات وبحط معاهم بيضه. ضربتهم كويس جدا. تمام. اتفرم هنا رحت حطيته في الطبق. بعد كده هبدا اللي انا احط عليه بقسماط علشان يمسكه. تمام. هحط معلقه صغيره من البيكنج باودر اللي هي بتعادل نص معلقه شاي. تمام. بعد كده هسيب العجينه دي ترتاح